هاي يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايبه لكم موديل السلوبات اللي انت كنتوا بتسالوا عليه، اللي هو قطعه واحده. فانا معايا هنا القماش، فانا بجيب الطول اللي انا عايزاه، وهنا عندي العرض بيبقى 150، فانا هقسمه نصين. طبعا هقسم القماشه زي ما انتم شايفين بالطول كده. طبعا انت بتجيبي الطول اللي انت حباه من القب لحد طول السلوبات، يعني الطول اللي انت حباه فبتجيبيه. واحنا ايه، هنحط ربع الدوران بتاع الهانش. اهم حاجه ربع دوران الهانش ما يعديش ال40. لو عدى ال40 فيبقى هو انت محتاجه قماش اكتر. بعد كده هاخد دوران القب زي ما انتم شايفين على العروسه، وهاخد طول القب اللي انا عايزاه، اللي هو هيبقى منه اللي هي الحرده بتاعه البوط. لو عايزه للوسط وتبقى الحرده كبيره براحتك، عايزه تقللي برضو براحتك. وبعدين هاخد ربع دوران الهانش، هنلف المزوره زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هاجي هنا وهحط ربع دوران القب، وبعد كده زي ما انتم شايفين هنزل بالطول اللي انا حباه. وبعد كده هاخد ربع دوران الهانش وهحطه على الاخر بتاع اللي هو الطول اللي انا حباه ده. وبعدين هعمل حردة الباط زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هحدد الطول اللي انا حباه، وهبدأ ان انا اوصلهم ببعض زي ما انتم شايفين كده. في حاجة نسيت اقول لكم عليها، ان ده الجزء الامامي، الخلفي بنعمله زيه بالظبط. بعدين هبدأ بقى ان انا اقص السلوبات بتاعتي زي هي دي، هتطلع معاكم نفس الشكل كده. بعدين هعمل الجيب بقى زي ما انت حابه الطول والعرض بتاعه. انا عامه بعمله العرض بتاعه 16 وطوله مثلا 20 او 21 في الرينج ده، وبقصه بالمنظر ده. بحب اجيبه ب7 من تحت، او براحتك عايز تعمليه مربع كله. بعد كده بقى هعمل الحمالات انا بعمل طول الحماله 43، وبعمل العرض بتاعي بيبقى 8 سنتي. كده كده انت بتقفليه على بعض، فبتبقى عرضها 4 سنتي عشان بس تبقى مجوز، وهو يطلع معاكم بالشكل ده. قولولي لو حابين اعمل لكم افكار ايه تاني.